السلام عليكم. قبل ما تساليو الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. بداية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قضت محكمة الجنايات بباريس في حق سعد المجرد يوم 24 من فبراير 2023 بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب، وسجن في نفس اليوم. وبحسب من مقربين منه فإن الفنان المغربي الشهير يقبع في سجن لاسانتي بباريس في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس. هذه المؤسسة السجنية التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 920 نزيلا قد تم بناؤها بين عامي 1861 و 1867 قبل أن تخضع لسلسلة من التجديدات على مر السنين. وأوضح المصدر نفسه على أن سعد المجرد لا يستفيد من أي معاملة تفضيلية، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي، ومنها التدفئة والتلفزيون. إذ تم وضع الفنان الشهير في زنزانة انفرادية، فهذا يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين. ووفقا لمصادرنا فإن سعد مجرد يتوفر على بطاقة دفع قابلة للتعبئة تسمح له بالتسوق في مقصف السجن. كما أن سعد المجرد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم، والذين يقومون بزيارته بشكل منتظم. وماذا عن معنوياته وحالته النفسية؟ يجيب أحد أقاربه الذي يطلع على أخباره ساعة بساعة قائلا: لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته. يقضي سعد المجرد أيامه في الصلاة وقراءة القرآن وهو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر وكله أمل مرحلة الاستئناف. يقول مصدرنا: لم يتم تحديد موعد حتى الآن لجلسة الاستئناف، لكن محاميه يعد دفاعه على أساس أن يتابع في حالة صراحة. ويشار على أن الفنان استأنف الحكم الصادر ضده يوم 27 فبراير بعد محاكمة صوت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين على أنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات، فيما طالب ممثل النيابة العامة ب7 سنوات سجنا.